اذا عندك 2 حبات بنان و2 حبات قارص، روحي تشوفي هذه الوصفه باش تحضري 2 لترات تاع عصير منزلي طبيعي صحي وبزاف بنين. تقدري تمديه مام للاطفال صباح قبل ما يروحوا للمدرسه، خاصه اللي ما يحبوش يشربوا الحليب. قبل ما نبدا في الوصفه، اذا كنتي اول مره تزوري قناتي دعميني بالاشتراك فيها مع تفعيل الجرس. كما راكم تشوفوا في الطاس تاع الميكسور درت كاس حليب، الكاس تاعي يرفد 250 ملل مع نصف كاس من السكر، وهنايا كميه السكر تقدروا تزيدوا عليها ولا حتى تنقصوا. عصير 2 حبات ليمون، جات لي قيس كاس الا ربع من العصير، مع 2 حبات بنان مقطعين. زدت عليهم علبه ياغورت بذوق الموز مع نصف لتر من الماء، وخلطت كلش مليح. هنايا فرغت الخليط تاعي في اناء وزدت عليه لتر من الماء مع ملعقه صغيره من عطر الموز، وهنايا هو في نفس الوقت يعني ملون وعطر باش تمد لي هذاك اللون الاصفر للعصير كما تقدروا تستغناو عليه. وزدت ايضا مبشور حبه ليمون، خلطهم جيدا بملعقه خشبيه كما راكم تشوفوا، وغطيت على الاناء، دخلته للثلاجه يبرد مليح مده ساعه الى ساعتين. بعد ما جازوا هذوك ساعتين، نحيت العصير تاعي من الثلاجه، صفيته وفرغته في ليكاغاف بهذا الشكل. كما راكم تشوفوا تحصلت على 2 لترات من العصير، قوام تاعو رائع، اللون يشهي والبنه رائعه، في هذيك لاسيزيتي تاع القارص اللي يمدلو ذوق هايل. دي فوا يكون عندنا 2 حبات بنان ونحيروا واش نديروا بهم باش يكفوا كامل العائله. جربوا هذه الوصفه، راح تخرج لكم 2 لترات من العصير طبيعي وتستفاد كامل العائله. نقولكم مع السلامه في فيديو قادم ان شاء الله.